ليا واحد صديقي اسمه كريم، نصحته من كام سنة يشتري عقار كاستثمار، وفعلا قرر يشتري شقة في التجمع ثمنها حوالي 300,000 جنيه. كريم بعد كل تعويم كان بيزعل جدا ويرجع يكلمني وكله ندم، متأثر قوي بأزمة 2008 بتاعت أمريكا، مع إن الوضع هنا مختلف تماما. هناك كان المعروض أكتر من المطلوب فالسوق انهار، إنما هنا الطلب أكتر بكتير من المعروض. بص حواليك كده، 60% من سكان مصر لسه تحت سن ال 25، يعني ملايين من الشباب كتير محتاجين سكن في المستقبل، وطبعا مفيش عقارات كافيه لكل دول. الشركات العقاريه بتطرح استمارات حجز اكتر من الوحدات المتاحه عندها، وحتى قبل ما يعلنوا السعر. انت متخيل الطلب عامل ازاي؟ الفكره كلها ان العقار استثمار بس على المدى الطويل، يعني مش زي الدولار لازم تبص على المكسب بتاعه يوم بيومه. اللي لازم طبعا تفكر فيه وتحطه في عين الاعتبار هو المستقبل. وقلت لكريم طبعا زي ما انت شايف، ال 42,000 دولار اللي انت دفعتهم في الشقه اللي هي كانت 300,000 جنيه، هل هتعرف تجيب بيهم نفس الشقه دلوقتي؟ انا اسفه، ولا حتى نصها. نفس المبلغ بالدولار يعادل 2 مليون 100 في الوقت الحالي، ويا عالم هيجيبوا حاجه ولا لا. وطبعا عدى فتره كبيره وكريم بيكلمني من وقت للتاني. هو دلوقتي واحد من انجح المستثمرين في القطاع العقاري، ودايما بيدور على الفرصه الجديده. والطريف في الموضوع ان السوق اتحسن بسبب المشاريع الجديده اللي موجوده، زي مشروع راس الحكمه، واللي اشترى في الساحل الشمالي السنه دي كسب مكاسب كبيره جدا في 4 شهور ونص. لو عايز تبقى زي كريم كلمني وانا اقول لك ايه الفرصه المناسبه.